بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أحبتي في قناة مطبخ ليان كيتشن. اليوم راح ندير معاكم الزبدة اللي راهي منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي وراهي مدايرة ضجة وحالة كبيرة. وراح ننصحكم وعن تجربتي فيها ونقول لكم اسكو مليحة ولا مش مليحة. وانا صراحه النتيجه تاعها راهي خلعتني ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. انا للمره الثانيه هذه اللي راح نديرها معاكم، واستعملتها وعجبتني طريقتها والله. في الخبز جربتها في عده وصفات والحمد لله. وشوفوا كما راكم تشوفوا راهي تذوب، والنتيجه كما راكم تشوفوا قدامكم تذوب عادي. والله يا البنات جربوها وما تندموش باذن الله باذن الله باذن الله. وراح ندير معاكم عده وصفات بها ان شاء الله ولا قدرنا ربي سبحانه. ونبداو على بركه الله بالمقادير. يلا المقادير هنا، بسم الله الرحمن الرحيم. كيلة زبده ذائبه وما تخلوهاش تذوب، خليها نص ذوبان. كيلة زيت وكيلة حليب عادي من الثلاجة وملعقة أكل خل، وبطبيعة الحال المضرب الكهربائي البراميكسير. وهنا نجيبو وعاء تاعنا واش اللي حنضربو فيه. حطيت فيه قرصة تاع ملح ونضيف الزبدة. وشوفوا هنا راني خليتها مشي ذايبة صوا. ونضيف الحليب، الكيلة تاع الحليب من الثلاجة مباشرة. وهنا نبدأ نخفق بالبراميكسير. وهنا صدقوني المرة الأولى كي جربتها الزبدة هذه قلت خلاص ما صلحتش وخسرت لي. انفصلت الزبدة وحدها والحليب وحده صراحة. قلت خلاص خسرت المكونات تاعي، وهي هذيك هي تبدا الخدمه تاع الزبده تاعنا ان شاء الله. راهي تتجمع لكم كتله واحده الزبده، ومن بعد ما تخافوش لانه الزيت هو اللي راح يعدل لنا القوام تاعها. كما راكم تشوفوا نبقوا نخلطوا حتى تولي كتله واحده كما راكم تشوفوا. ما حبيتش نقطع الفيديو باش تشوفوا جميع المراحل. شوفوا هنا بدات تولي كتله واحده. هناك راكم تقولوا باللي الوصفه راهي فزدت صاي ما بقاتش تصلح. لا، استمروا في الخفق. شوفوا النتيجه. شوفوا النتيجه راهي قدامكم. شوفوا هنا نبدا نضيف الزيت بالتدريج. الزيت نضيفوه على قداه المرحله. نشوفوا نسكبوا بالقليل فقط ونخلطوا كيما راكم ديروا في المايونيز. شوفوا نضيف الزيت بالتدريج ونستمر في الخفق. نضيف الزيت ونستمر في الخفق. يعني والله الوصفة هذه جربوها، يعني راهي منتشرة في اليوتيوب ما شاء الله. قلت نجربها معاكم لما لا، لأني جربتها قبل بكمية قليلة وصلحت معايا. وقلت والله نفيد بها أخواتي وعلاش لا يستعملوها في عدة وصفات، في الصابلي، في البراج، في الفطور الصباح. يعني والله والنتيجة ما شاء الله. وجات عندي الوالدة تاعي ربي يحفظها ويطول في عمرها
خدعتها بها وقلت لها زبدة حرة. عجبتها وكلاتها، لأن هي ما تاكلش الزبدة تاع المصانع صراحة، ما تاكلهاش. كلات بها الكسرة وعجبتها. قلت لها درتها أنا، بقات حيرة يعني صراحة. قالت لي والله نحط فيها زبدة طبيعية، يعني زبدة حيوانية. وزدت جربتها معاكم إن شاء الله، وتجربوها وتخدموا بها عدة وصفات. أنا للأمانة راني شفتها في اليوتيوب وقلت والله نجربها معاكم، وكي تصلح لما لا نستفادوا جميعا. كل واحد يأخذ فكرة من عند واحد، كاينين وحيد يزيدوا لمساتهم الخاصة. وهنا جبت المول هذا تاع الكيك، فرشت عليه بابي سلوفان كما راكم تشوفوا، وحطيتها باش تسهل عليا من بعد العملية اللي نحيها من المول تاعي. وهنا نحطها في الثلاجة ونحطها في الكونجيلاتير على الأقل نخليها 4 ساعات. هذه درتها حوالي 10 صباحا، 3:30 نحيتها من الكونجيلي وتحصلت على النتيجة اللي راكم شفتوها في الأول. وهنا نغطي السطح من الفوق باش ما تديرش رائحة الثلاجة. وهنا مباشرة نحطها في الكونجيلاتير ونشوفوا مع بعضنا النتيجة. وهنا بعد ما خرجتها من الكونجيلاتير كما راكم تشوفوا تماسكت تماما مثل الزبدة تماما. هنا نحيها وهنا نجيب بلاطو ونقلبها. وهنا تحبوا تحطوها في علب زبدة أو أي علبة، أنا فضلت ندير لكم الطريقة هذه لأنه معظمهم داروها في علب زبدة أو علب بلاستيكية خاصة بالاحتفاظ بالأشياء هذه. أنا اعتمدت نديرها لكم في هذا المول، أي قالب تقدري ديري فيه. شوفوا قوامها جاء ما شاء الله. ما نساوش نصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما ليوصل الفيديو المقطع هذا ما تنسونيش بالدعم والاشتراك، خليوا لي تعليق مليح يزيد يحفزني الأكثر والأكثر، وإن شاء الله وفعلوا الجرس ليصلكم كل ما هو جديد إن شاء الله. وما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء في فيديو لاحق إن شاء الله. مع السلامة.